حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. عنوان اليوم: المغرب كرويا حالة تدرس وتدرس. بعد تتويج المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم أقل من 20 سنة في العاصمة الشيلية سانتياغو أمام الأرجنتين، صاحب 6 بطولات من قبل، أمام البرازيل صاحب 5 بطولات من قبل، فاز عليه في الأدوار التمهيدية مثل ما فاز على الأرجنتين في المباراة النهائية بثنائية، وأقصى قبل ذلك العمالقة فرنسا وكذلك إسبانيا. ما فعله المنتخب المغربي في تشيلي كان استثنائيا. أوكي، قد يقول البعض بأنه منطقي، تحصيل حاصل، ولكن بالمطلق كان استثنائي في نظر الكثير من المتتبعين الذين لا يعرفون الكثير من الخصوصيات المتعلقة بالكرة المغربية. هو أول تتويج عربي من نوعه بلقب أقل من 20 سنة، ثاني تتويج عربي بعد السعودية سنة 89 في الفئات السنية، لأن المنتخب السعودي فاز باللقب العالمي لأقل من 17 عاما، والثاني منتخب إفريقي بعد برازيل وغانا الذين سبق لهم وان فازوا باللقب العالمي أقل من 20 سنة. الإنجاز المغربي قلت يدرس ويدرس، لأنه لم يكن مفاجأة تماما، خاصة بالنسبة للمغاربة وبالنسبة أيضا للمتابعين للكرة المغربية التي دخلت في مشروع، خلينا نقول منذ أقل من 10 سنوات تقريبا، منذ 2017، مشروع يجمع بين أكاديمية محمد السادس التي أسست للاهتمام بالأولاد الصغار، يجمع بين بناء المرافق الرياضية خاصة الملاعب، يجمع كذلك بين الاهتمام بالفئات السنية المحلية والأجنبية، لأنه المغرب اهتم كثيرا بأبنائه من هواة كرة القدم الذين يعيشون في مختلف البلدان وينشطون أيضا في مختلف المدارس الكروية الأوروبية. كل هذا على ذاك على بعضه مع الوقت أعطى كل هذه النتائج، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمنتخب الشباب أقل من 20 سنة، بل بمختلف المنتخبات، وهذا أيضا امتداد. هاد الأيام مواقع التواصل كلها شاعلة على موضوع جديد بين المغاربة والجزائريين. السبب تصريحات حفيظ الدراجي اللي خرج كلام بزاف الناس شافوه متناقض ومليء بالنفاق، لكن الرد ما تأخرش. أمين السبيتي خرج بفيديو ناري وقال كلام ما فيهش المجاملة. اخرس يا منافق، مواقفك كتبدل أكثر من الحرباء. السبيتي بدا كيشرح كيفاش الدراجي كيتناقض مع راسو، مرة كيمدح الكرة المغربية وكيهضر على الاحتراف والمستوى، ومرة كيرجع يهاجم المنتخب والأندية. وهذا الشيء خلى بزاف ديال المغاربه يحسوه ان الدراجي كيبغي غير يخلق المشاكل، خصوصا في كل مره كتكون فيها انجازات مغربيه في القاره. السبيتي ما داش المقدمات، جا واضح وقالها بصوت عالي: المغاربه ما محتاجينش من يعلمهم شنو هي الرياضه، حنا الميدان كيتكلم علينا. وذكر انجازات نهضه بركان، الوداد والرجاء، وحتى المنتخب الوطني اللي وصل لمستوى عالمي، وقال بان المغاربه كيغدوا بالفعل ماشي بالهضره. ومن بعد وجه رسالة مباشرة لحفيظ الدراجي، قال فيها أن الإعلام ما خاصوش يكون وسيلة للكراهية أو الحقد، بل خاصو يكون صوت ديال الاحترام والوحدة بين الشعوب. وأضاف: اللي ما قدرش يواكب نجاح المغرب يخلي الناس تخدم في الصمت. وفي الآخر أمين سبيتي قالها بوضوح: المهنية ماشي أنك تبدل المواقف كل مرة، المهنية هي تكون راجل ثابت في مبادئك. رسالة قوية من إعلامي مغربي وطني كتعبر على لسان بزاف ديال المغاربة اللي سأموا من النفاق الإعلامي وبغاو الكلمة تكون بالحقيقة ماشي بالمصالح. خلاصة القول تاع الراجي شخص غير مرغوب فيه في المغرب.